عمرنا بنعمل المكرونه الجاريه بطريقه غلط، بس النهارده هتشوفي الطريقه الصح اللي على اصولها. هتطلع معاكي المكرونه فيها الصوص الخطير اللي انت شايفاه ده، اللحمه مستويه ودايبه ذوبان، وكل ده من غير حل الضغط وفي 10 دقايق بس. كل اللي طالباه منكم انكم تتحمسوا كده معايا وتحطوا لايك للفيديو وصلوا على النبي في الكومنتات، وتعالوا بينا على طول نبتدي ونشوف المقادير وطريقه التحضير. في حله فاضيه عندي وعلى نار عاليه جدا هبتدي انزل بتلت كوبايه من الزيت او معلقه كبيره من السمنه البلدي المتوفر فيهم عندك. المهم نسيب الزيت بتاعنا لحد لما يتقدح كويس جدا. بعد كده ننزل بكميه اللحمه اللي عندنا ونديها الصدمه الخطيره. ضروري ان النار تكون عاليه جدا تحت اللحمه علشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. بنسيب اللحمه بتاعتنا كده في الحله لمده دقيقه كده او دقيقه ونص. بعدين بنبتدي نقلبها على الناحيه التانيه، بتكون اخدت الصدمه الخطيره وهو ده بيكون لونها بالظبط كده. اول ما بنبتدي نقلب كل كميه اللحمه اللي عندنا بنكون مجهزين بصلايه وسط متقطعه لمكعبات صغيره جدا، تقطيع على ايديكي مش في الكبه. خلاص قلبنا اللحمه، ننزل بقى بالبصلايه بتاعتنا نقلب تقليب مستمر لحد لما اللحمه تكمل تشويح وكمان البصلايه بتاعتنا تبتدي تدبل. نحاول ما نحمرش البصلايه قوي علشان ما تمررش طعم المبكبكه او المكرونه الجاريه بتاعتنا. اول ما البصلايه دبلت هنزل بمعلقه صغيره كده من هريسه الثوم، هتفرق جدا جدا في الطعم. واول ما نبتدي نشم ريحه الثوم الخطيره معنى كده ان هو استوى. نبتدي نبهر. هنبهر بايه؟ هبهر بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البهارات المشكله، حوالي 4 ورقات كده من الورق اللوري و3 فصوص حبهان. هقلب كده البهارات مع اللحمه علشان يعني ايه ياخدوا كده من طعم بعض، وكمان البهارات بتاعتي تتحمص في الخلطه الخطيره دي. تقدري تضيفي نص معلقه صغيره من هريسه الشطه، بجد بتفرق جدا جدا في الطعم، او تضيفي قرنين كده من الفلفل الحار، بشرط تخرمي كل قرن كده بالسكينه علشان ينزل النكهه بتاعته. ونيجي بقى لسر اللون المبكبكه الخطير اللي هتشوفوه معايا في اخر الفيديو، هو الصلصه يا جماعه. يا اما تجيبي كيس صلصه كده من اللي احنا بنكون مفرزينهم في بيوتنا، او ممكن تضربي طماطم فريش في الخلاط وتصفيها وتضيفيها للحمه بتاعتك بالشكل اللي شايفاه ده. ولو عندك صلصه معبأه اللي هي بتشتريها جاهزه ضيفي منها معلقتين، بجد بتفرق جدا جدا. يعني كل ما تزودي صلصه كل ما هتديكي لون خطير. والاهم من ده كله انك تسيبيها تتسبك كويس جدا جدا مع اللحمه لحد لما تبتدي تبكبك وتبقى بالشكل الخطير اللي انت شايفاه ده. بعد كده نبتدي نضيف الميه، وضروري جدا ان الميه بتاعتنا تكون مغليه بالشكل اللي شايفينه ده، ونزود شويه في عيار الميه. هنغطي الحله بتاعتنا وعلى نار عاليه برده زي ما احنا، هنسيبها تستوي بنسبه 95%. بعد حوالي تلت ساعه تقريبا بنبتدي نختبر اللحمه. لو لقيتيها استوت ابدأي زودي الملح. عيار الملح لو انت مش هتعرفي تظبطيه فضيفي شويه شويه بالتدريج علشان ما تحدقش منك زياده عن اللازم. نسيب اللحمه لحد لما تستوي تماما. بعد كده نبتدي نزود المكرونه، نتاكد من الحدق بتاعها ونبتدي نزود المكرونه. انا هنا عملت مجين كده من المكرونه لو ملاحظين، فكميه الصوص كتيره جدا جدا على المكرونه، بس ده هيخليها تستوي معاكي وتبقى مظبوطه 100%. هنغطي عليها ونسيبها لمده دقيقه كده. اول ما تلاقيها بدات تغلي تروحي موطيه النار خالص وسيبيها متغطى عليها، بس كل دقيقه اقل من دقيقه كمان تبداي تقلبيها على طول، ايدك فيها مع التقليب المستمر علشان ما تلزقش منك في الحله وتطلع معاكي مفلفله كده وخطيره. شايفين بقى شكلها بجد تحفه، احلى وانضف واوفر من الجاهزه مليون مره. ودي تعتبر اكله المستعجلين، بنعملها في حله واحده، طعمها خطير. الصوص بتاعها تقيل مش خفيف على فكرة. اللحمة مستوية، المكرونة مفلفلة، كل حاجة مظبوطة فيها 100%. جربوها بنفس التريكات اللي قلتلكم عليها، بجد هتنبهروا من النتيجة. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا فياريت تحطوا له لايك علشان يترفع وغيركم يستفاد. ولو لسه بتشوفوني لأول مرة فانزلوا حالا شرفوني بالاشتراك في القناة. هتلاقوا كلمة اشتراك مكتوبة باللون الأحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الأفكار والوصفات اللي بنزلها يوميا أول بأول. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تدعموني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.